ممكن اسالك سؤال بس دقيقه بس مشان ما يروح الك عندما قالت السعوديه في 2006 ان حزب الله مغامر الى ما هنالك من هذا الكلام، قامت الدنيا على السعوديه ولم تقعد، وتعرض شيوخ السعوديه تحديدا الى حمله منقطعه النظير، وانا اتذكر في ذلك الوقت وانا شاركت، يعني في ذلك الوقت كنت منبهر بحزب الله. الآن بان الثلج، ذاب الثلج وبان المرج. كل الذين كانوا ضد السعودية في ذلك الوقت 99% يؤيدون الموقف السعودي. ليش؟ لأنه السعوديين سبقوا الجميع ورأوا إلى الأمام. هذا مش مدح للسعودية، بس نحن شايفين الآن. ومع هذا لم يقل المعونات دكتور فيصل. دقيقة. هذا مهم جدا. إذا الآن سبب هذا التأييد الشعبي العارم لوضع حزب الله على قائمة الإرهاب هو انه الناس قالت لنا السعوديه ولدول الخليج والله نحن بنتاسف، والله كنا غلطانين، كنا مخدوعين، انضحك علينا. ها هي كيف ترد؟ تفضل. للذين كانوا يطعنون خاصة بعلماء المملكة العربية السعودية، علماء بلاد الحرمين الذين كانوا في 2006 أول من تصدى إلى حزب الله وكشف أن تلك الحرب هي مجرد قطعات صابون يراد فيها فقط تلميع هذا الحزب في حسابات مستقبلية. وقد تلقى هؤلاء العلماء هجوم شديد من كثير من الأطراف، والآن الذين هاجموا علماء الحرمين في 2006 هم الآن الذين يتصدون لحزب الله، وبينهم من اعترف أن حزب الله ضرر به، ونجد ذلك فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي